كلمة سواء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم مرة تانية. بنرجع من تاني لأخبارنا. الثورة مستمرة. عادت روح ثورة 25 يناير إلى مختلف محافظات مصر. أمس خرجت المسيرات للمطالبة بتحقيق أهداف الثورة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية. واتسمت المظاهرات بالتعبير السلمي، ولم يعكر صفوها إلى وقوع اشتباكات مع قوات الأمن في عدد من المحافظات. توهج ميدان التحرير بآلاف المتظاهرين الذين أتوا في مسيرات من عدة مناطق. تقدم الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعدد كبير من رموز الثورة المصرية. كانت أبرز مطالب المشاركين في مظاهرات الذكرى الثانية لثورة 25 يناير القصاص لشهداء الثورة، إعادة المحاكمات في قضايا قتل المتظاهرين، تطهير وزارة الداخلية، إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل، إقالة النائب العام مستشار طلعت عبد الله، تعديل المواد الخلافية في الدستور، إعادة صياغته ووضع حدين أدنى وأقصى للأجور، فرض رقابة على الأسعار. معنا للتعليق الأستاذ إبراهيم أبو هيف الناشط السياسي. أستاذ إبراهيم أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني بنتحدث طبعا عن أحداث اليوم وأمس، يعني وكيف تحولت التظاهرات إلى يعني مشاهد مؤلمة ومؤسفة في عدد من محافظات مصر. كيف ترى الصورة؟ احنا بنأكد ان الثورة ما زالت مستمرة منذ 25 يناير 2011 الى الان، الى ان نصل بمصر الى بر الامان وان تصبح دولة ديمقراطية مدنية حديثة التي نتمناها جميعا. مصر محتاجة حل سياسي وليس حل امني. ما زلنا بنطالب بان تطهير وزارة الداخلية، دستور يشمل جميع المصريين وليس الدستور الذي تم استفتاء عليه الشعب. محتاجين برلمان يعبر عن الشعب كله، محتاجين حكومة تنهض بالشعب وليست حكومة فصيل مش قادرة تاخد أي قرارات. محتاجين حكومة لا قراراتها حاسمة، قراراتها شجاعة. محتاجين حكومة عارفة تدير الأزمة. ما يحدث الآن في الشارع المصري محتاج حكومة إدارة أزمة وليس حكومة فصيل معين. تمام. يعني في بعض المقترحات للخروج من هذه الأزمة، حكومة إنقاذ وطني للاتجاه في مشروع الإصلاح الاقتصادي لما نعاني منه اقتصاديا، اتخاذ بعض القرارات حتى الآنية اللي من شأنها يعني تحرك الأمور، زي وضع حد أدنى وأقصى للأجور، مناقشة يعني المواد الخلافية في الدستور، أو حتى قانون الانتخابات القادمة. كيف ترى هذه الحلول وهل هي كافية أم أن المطالب في الشارع بتزداد؟ يا فندم، المفروض الدكتور مرسي أو الحكومة الحالية أو الحزب الحاكم يتم وضع هدف قريب وهدف بعيد. الهدف القريب دلوقتي إن احنا نجيب حكومة إنقاذ وطني تدير العملية الانتخابية القادمة. يتم إعادة مناقشة قانون الانتخابات بحيث يشمل جميع القوى والأطياف السياسية، بحيث ان احنا نعمل انتخاب برلمان يفرز عن نواب حقيقيين وليست نواب فصيل معين. تمام. وعلى البرلمان القادم ان هو يعيد مناقشه المواد الجداليه والخلافيه في دستور 2012، وبكده نقدر نعمل حكومه تقدر تكون منفذ ومعبر عن الشعب المصري. على الدكتور مرسي الان قرارين. القرار الاولاني باقاله الدكتور هشام قنديل وتعيين حكومه انقاذ وطني. القرار الثاني اعاده مناقشه قانون الانتخابات من ثاني، واعاده مناقشه الحوار الوطني، وتكون قراراته ملزمه للجميع. حزب الحريه والعداله اصدر بيان منذ فتره ان قرارات لجنه الحوار الوطني غير ملزمه. أيوة. وهذا ما حدث. مجلس الشورى ايضا اعلن عن ده. يا فندم؟ مجلس الشورى ايضا اعلن عن ده. مجلس الشورى في المناقشه قال دكتور احمد قال انه هيتم الاستعانه بها لكنها ليست ملزمه. ليست ملزمه. تمام. فبالتالي ايه لازمه الحوار؟ الموقف بيتأزم يا استاذ ابراهيم. يعني جبهة الانقاذ الوطني مثلا بتهدد بمقاطعه الانتخابات في حال عدم الاستجابه لمطالبها. شايف المشهد ده ازاي؟ يا فندم، احنا ممكن نوصل لحلول وسط. الحلول الوسط المفروض بعد اجتماع مجلس الدفاع الوطني قال الدكتور هشام قنديل وحكومته التي اثبتت فشلها. تمام، بس مجلس الدفاع الوطني يعني لم يؤكد على هذه النقطة. لم يؤكد، بس هو طرح الحوار الوطني، لكن طرح الحوار لكن ما الزمش نتائجه لكل القوى السياسية. تمام
تمام. فايه لازمه الحوار؟ ايوه هو يعني اعتقد ان هو ده المخرج. يعني استاذ ابراهيم ابو الهيف في النشط السياسي، شكرا جزيلا، بشكر حضرتك. ويعني هذا الكلام لم يعني يتم